كلنا في بداية سنة جديدة بيكون عندنا حماس إننا نطور نفسنا ونتنقل في حتة جديدة، فنقعد في حتة هادية ونطلع ألبوم ذكرياتنا ونجدد شغفنا بأحلامنا، ونقرر إننا نبدأ بداية جديدة لسنة جديدة في حياتنا. نبتدي نحلم ونخطط ونعيش لحظات الفوز والنجاح، وفجأة ينتهي كل شيء قدام الصعوبات والتحديات اللي ممكن نواجهها، وتبتدي شعلة الحماس تقل شوية بشوية لغاية ما يترسخ في عقلنا معتقد إنه مفيش فايدة، ما تحاولش، ما انت حاولت كتير قبل كده، ايه اللي انت وصلت له يعني؟ وهنا يطلع معتقد أو سور كبير يفصلنا عن أحلامنا وشغفنا. موضوع حلقتنا النهاردة ايه الأسباب اللي تخلينا نخاف نبدأ. بس قبل ما نبدأ بفكرك تعمل اشتراك في القناة لو لسه مشتركتش، ولايك وشير للحلقة، ويلا بينا. أول حاجة الخوف من المجهول. جوانا دايما قلق ورهبة إننا نجرب حاجة جديدة أو ندخل في دوائر إحنا مش متعودين عليها، وعلى رأي المثل اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. ده شيء طبيعي، لأن غريزة الخوف جوانا أهم حاجة عندها هي سلامتنا وأملنا، فهي أول معترض يعلي صوته وينور قدامنا الضوء الأحمر. سؤال: هي دي حاجة كويسة ولا إيه؟ وهل ده معناه إني أفضل مكاني وما أتحركش؟ وإيه الحل ونتعامل إزاي مع الخوف ده؟ غريزة الخوف اللي أوجدها ربنا فينا مهمتها الأساسية الحفاظ على حياتنا، والجانب الإيجابي فيها إنها بتخليك تخطط وتستعد كويس جدا. كمان تقدر تحول الخوف لقوة دافعة تقدر تكمل بيها. الجانب السلبي إننا مش بنعرف نتعامل مع الغريزة دي، وبالتالي محتاجين نتدرب عليها زي أي حاجة في الدنيا، عايزة حكمة وتوازن في استخدامها. وعشان ده ما يحصلش ويعمل جواك صراع داخلي، مهم تشكر عقلك الباطن إنه بيقوم بمهمته هي سلامتك. تاني حاجة محتاج تدرس الموضوع كويس وتشوف المخاطر اللي ممكن تقابلك، وتسأل نفسك هي دي حاجات تقدر تعديها وتتغلب عليها، ولا هي فعلا عقبات حقيقية. لو محتاج مساعدة، يا ترى ايه نوع المساعدات اللي تخليك تقدر تكسر حاجز الخوف ده وتعدي وتكمل مسيرة تقدمك؟ بالشكل ده تقدر تتجنب التهور او انك انت تاخد قرارات غير مدروسة، ويكون عندك حكمة في التعامل مع الخوف. تاني نقطة: الخوف من ترك منطقة الراحة. كلنا بنكون دواير حوالينا، دايرة أمان، دايرة راحة، دايرة ثوابت، حدود مش بنخرج براها، وهي فعلا بتعبر عن الراحة والأمان والثوابت، لأن عقلنا الواعي بعتها لأرشيف العقل اللاواعي، وهناك أصبحت برامج جاهزة بيشغلها زي كده الأوتو بايلوت، وبكده عقلنا بيستريح في الدواير دي وشايف إنها أفضل حاجة لينا. بس إحنا لازم نكسر الدواير دي كل فترة ونبني لنفسنا دوائر جديدة، زي قصة كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بيه ده، لأن مواردنا في الحياة غير ثابتة اللي هي قطعة الجبن، ولازم كل فترة ندور على مصادر متوفرة جديدة اللي هي مخزن جديد. وهنا نسأل نفسنا كل فترة إيه الجديد اللي لازم نضيفه لحياتنا، وده طبعا محتاج دراسة وتأمل. جلسات الكوتشنج بتساعدك تكتشف دوائر جديدة حواليك. تالت نقطة: الخوف من الفشل. الخوف من تكرار أخطائنا وبالتالي ناخد نفس النتيجة، ومع تكرار خبراتنا غير الناجحة بتتكون المشاعر السلبية اللي بنحس بيها، ويجي دور عقلنا اللاواعي يطلع ويقول الجمل الشهيرة بتاعته: مفيش فايدة، ما تحاولش، انت ناسي اللي حصل لك، خليك في الأمان، العمر مش بعزقة، اسمع كلامي وامشي وراي، أنا قلبي عليك. يا ترى ليه عقلنا بيعمل كده؟ واحنا اطفال بنحاول نكتشف العالم اللي حوالينا، فكنا في اوقات كتير بنفشل ونقع ونتعور ونبوظ حاجات، فكان رد فعل بابا وماما: ايه اللي انت عملته ده، انت بهدلت الدنيا. الكلام ده بيتحفر وقتها في عقلنا اللاواعي ويبدأ يكرره لينا في كل محاولة للتغيير. عقلنا اللاواعي معذور في التصرف ده، وده طبيعي انه يعمل كده، لانه في الوقت ده بتكون خبراته قليلة ولسه ما وصلش للنضج الكافي انه يعرف انه يفرق ما بين امكانياته الحقيقية والمستحيل. وانت اكتب لي في الكومنتات تعليقات زي كده اتقالت لك زمان وشاركنا بيها. لو بتتابعني لحد دلوقتي بشكرك، وبفكرك تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة، ويلا نكمل. رابع نقطة: إننا بنخاف من النقد. كلنا بنحب نحافظ على صورتنا قدام الناس، نحب إن هما يشوفونا ناجحين ومتميزين، والإيمج بتاعتنا تفضل حلوة قدامهم. فطبعا لما ما ننجحش في خطوة ده بيأثر بشكل واضح على صورتنا، ودي حاجة بتوجعنا وتضايقنا جدا جدا. وأكتر عبارة بنقولها لنفسنا هي: ناس هتقول عليا إيه؟
كان في عبارة زمان في فيلم اتقالت على البطل لما حاول ينقذ كارثة هتحصل، بس طبعا هي باظت منه. يعني الناس اللي حواليه في آخر المشهد قالوا له نشنت يا فالح. ولأننا مش بنحب إحساسنا بالنقد بنهرب منه، وبنهرب حتى إننا نحاول. يا ترى مريت بالإحساس ده قبل كده؟ اكتب لنا وشاركنا بخبراتك. خامس نقطة إننا بنخاف من التعب والمجهود. مثلا لو فكرت إنك تدرس في كلية عملية، أو تحسن مستواك في لغة، أو تتعلم العزف على آلة موسيقية، أو تعمل مشروع خاص، أو حتى إنك تصلح علاقة مهمة في حياتك، حاجات كتير زي كده، أيا كان اللي بتفكر تعمله بيواجهك شيء مهم جدا، وهو المجهود، التعب، السهر، التدريب المستمر. تفضل تحاول كتير عشان توصل للمستوى اللي انت عايزه. فعلا مفيش حاجة سهلة، ومفيش حلول سريعة، ومفيش العصا السحرية. ده قانون من قوانين الحياة اللي لازم تاخده في اعتبارك. والسؤال المهم، هل عندك الإمكانية إنك تبذل المجهود المطلوب؟ وعلى رأي المثل، اللي يصبر ينول. آخر نقطة معانا، انتظار كل الظروف المناسبة. لما عقلنا اللاواعي بيلاقي إصرارنا يطلع بحجة جديدة ويقول لنا موافق، بس استنى الظروف المناسبة، الوقت المناسب، المكان المناسب، الأشخاص المناسبين. تفتكر لو استنيت كل حاجة تكون مناسبة هتبتدي؟ سعينا للبرفكشن أو النزعة للكمال أو خوفنا من النقد بيخلونا نأجل البداية. وحل المسألة دي أنك تدرس كويس قوي الخطوات المطلوبة، ولو الظروف مش مساعدة حاول تبدأ بخطوات صغيرة وبسيطة في اتجاه الهدف، عشان لما تتغير الظروف وتكون أفضل تكون أنت على الاتجاه الصح وتسرع في خطواتك. زي السفينة اللي في عرض البحر تعمل حساب الرياح المضادة، إنها تحاول تحافظ دايما على اتجاهها، دايما يكون صح. في النهاية بفكرك إنه الخوف من البداية شيء طبيعي، واجهه، ما تسيبش الإحساس ده يسيطر عليك. أي حد فينا عنده الأسباب اللي اتكلمنا عنها، وأسباب تانية خاصة بيه اللي هي بتعطله. أيا كانت الأسباب دي، المهم تكون أنت واعي بالأسباب بتاعتك. أي حاجة في الدنيا عايزة حكمة ومهارة وتوازن في استخدامها. جدد الشغف وحب الاستطلاع اللي كان عندك زمان، وافتكر أنك اتعلمت من أخطائك وكملت ووصلت للي أنت فيه النهاردة. اطلب جلسة كوتشنج عشان تعرف تكتشف النقط الخاصة بيك انت، وتعرف ازاي تتغلب عليها. اشكركم جدا على متابعتكم، وبرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، وانتظروني في حلقة جديدة من يو لوك لايف.